السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين. صباح كله نشاط وحيوية وكله طاقة إيجابية كده على عيونكم. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال إن شاء الله. النهاردة فيديو يعني روتين قوي من الدرجة الأولى. والله يا حبايب قلبي تعبت في الفيديو ده جامد. حطوا بالك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. كده اول حاجه كده سموا الله وصلوا على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كنت قمت من النوم الصبح بدري كده بعد ما البنات مشوا على المدرسه، وصليت قبل يعني صليت الاول الحمد لله، وبعد كده ايه مشيتهم على المدرسه. وقلت بقى ايه مش هنام، قلت بقى ايه اخد اليوم كده من اوله. حبيت ان انا ايه اعمل روتين قوي كده في البيت. كان عندي غسيل، يعني انتوا هتشوفوه دلوقتي هتتصدموا والله العظيم. بصوا بقى، اول حاجه كده قلت ايه ارتب الصاله. قلت ايه نمشي على المثل القديم، اكنس بيتك ورشه ما تعلم مين هيخشه، فاهمين؟ يعني الواحد يروق البيت بتاعه بدري، وبعد كده ايه ممكن اي حد يدخل على فجأة كده يكون البيت بتاعنا نضيف وزي العسل. طبعا كده بنفتح الشبابيك بتاعة البيت علشان ناخد كده ايه البيت كده يدخل له هوا جديد، مطرح ما كان احنا مكان نايمين. يعني المفروض الواحد يهوي البيت كده ويكون كله ريحة حلوة كده، فاهمين؟ طبعا انتوا فاهمين. اول حاجه كده لقيت الاوضه بتاعت ندى نظيفه ما شاء الله تبارك الله. على فكره جنى هي اللي كانت مروقاها ليها قبلها بيوم يعني. فانا ايه قلت بس هرتب السرير، وادي الاوضه كانت نظيفه وزي الفل. هندخل بقى ايه على الاوضه اللي هي ديت بتاعت ندى، بتاعت جنى ومحمد. بصوا بقى، عايزه اقول لكم كانت متبهدله. يعني هي فيها حاجات بسيطة كده. كانت المفارش بتاعت السرير بتاعتها متوسخة، فقلت ايه هشيلها بما اني النهاردة هغسل على الغسالة العادية. فانتوا عارفين الغسالة العادية بقى الواحد بيحط الدور وبيروق البيت، فبصراحة بتنظف البيت كده. بحس لما بغسل على العادية بحس ان البيت بتاعي نضيف وزي العسل. اه والله العظيم. عايزة اقول لكم ان الغسالة بتاعتي اللي هي الاوتوماتيك عطلانة. بصوا حالي واقف من غيرها والله العظيم. عماله اتحايل على الراجل بتاع الصيانه، كل يوم يقول لي بكره بعده بكره بعده. والله بقالها حوالي داخله على 10 ايام وما اتصلحتش، ومش عارفه اعمل ايه من غيرها. بصراحه الجو تلج تلج والواحد مش قادر اصلا يغسل على العاديه. بس عايزه اقول لكم والله الغساله العاديه بتنظف، ويعني بتخلي الهدوم بتبرق بتبرق كده. وانتوا هتشوفوا معايا برضو الفيديو، وتابعوا الفيديو للآخر وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتاخدوا منه طاقة إيجابية كده، وتقوموا كده من تحت البطانية وتعملوا زي ام ندى. ايه رأيكم بقى؟ الأوضة بقت زي الفل وزي العسل. حبايب قلب ام ندى، ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين. وربنا يهدي لكم اولادكم ويبارك لكم في ازواجكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا هنا يا حبايبي، كانت ندى جت من الدرس، قلت لها انت يا ندى ايه شفط البيت كده بالمكنسه. عايزه اقول لكم هي كنست البيت كله، بس انا ما صورتلكوش الا الصال بس. ليه؟ انتوا عارفين بقى ايه طريقه الكنس وكده. انا بس بديكم افكار في الفيديو وان شاء الله الافكار دي تعجبكم. بصوا بقى، دخلت الاوضه اللي هي بتاعتي. عايزه اقول لكم هي كانت نظيفه ما فيهاش الا السرير، وكانت مني العسوله الاموره اللي نايمه عليه رؤى. سبتها نايمة بقى يا حبايبي، وقلت كده اخد الحامل بتاع التصوير واطلع بقى ايه اكمل شغل. زي ما انتوا شايفين كده ده معطر بريحة الخوخ، ريحته جميلة جدا. بصوا بخلي الشقة كده ريحتها تحفة. قلت بقى ايه بما اني روقت كده ونضفت البيت وظبطته، قلت بقى ايه ارش شوية معطر كده وادخل بقى على المعركة اللي ورايا. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، يا نهار ابيض انا اسفة بقى على المنظر سامحوني. بس انا ايه حبيت اوريكم الغسيل. والله الغسيل ده بتاع 3 ايام يعني، مش بتاع اسبوع ولا حاجة، هو بتاع 3 ايام. احنا هنا البنات والاولاد هنا بغيروه على طول. فانا قلت بقى ايه بما ان الغسالة بتاعتي بايظة، قلت اشغل الغسالة العادية. بصراحة هي جميلة جدا، هي بس هي متعبة في الشتاء، بس في الصيف يعني ما شاء الله عليها جميلة جدا ومشجعة كده، وبتحس ان البيت نظيف. يعني عايزه اقولك بتلمي كل حاجه بقى وانت بتغسلي كل حاجه في البيت بتلميها. عايزه اقول لكم ان انا ايه غيرت المفارش بتاعه السرير. يعني اي هدوم متعلقه على الشماعات جبتها. كل حاجه متوسخه كده ايه جبتها. بعد كده حبايبي بحط الابيض زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطيت صابونه بيضه من اللي انا عملتها معاكم قبل كده. الصابون ده تحفه. بصوا مخلي الميه عامله ازاي ما شاء الله، عامله زي اللبن الحليب كده. وحطيت شويه كده من الكلور، ما كترتش يعني كلور وكده عشان ما اغيرليش لون الهدوم. لو عندكم اللي هو
الكلور بتاع الالوان بيكون جميل جدا، بس بصراحه ما كانش عندي، فقلت احط المتوفر يعني عندي وكده. وبعد كده حطيت اوكسي يا حبايبي وشغلت الغساله، يعني ادت يعني خليتها تشتغل كده قبل ما احط فيها الهدوم علشان تعمل لي الرغوه الحلوه اللي انتوا شايفينها. وبعد كده حطيت الابيض زي ما انتوا شايفين. بعد كده بحط الالوان الفاتحه زي الفوط البشكير الحاجات اللي زي كده، بس كده. وبعد كده يا حبايبي هسيب الدور كده يشتغل مع نفسه، وانا بقى من عادتي وانا بغسل على الغساله العاديه بحب ان انا ايه احط ميه في البانيو بالشكل ده كده، وابدا ان انا يعني اشطف الهدوم شطفه حلوه واعلقها كده على الحنفيه الصفه. كل دور بعمله كده يعني لحد ما الدور التاني يطلع يكون الدور الصفه معايا وبقى زي العسل، ولا ايه ولا بتعب في نفسي ولا لان انا اقعد اعصر وكده. بعد كده زي ما انتوا شايفين يعني انا طلعت كذا دور، طبعا انا مش هغسل الغسيل كله معاكم بس انا بوريكم يعني انا بعمل ايه علشان خاطر يعني تشجعوا معايا وكده. بصراحة اليوم ده انا تعبت فيه جدا جدا. بصوا عايزة اقول لكم والله من كتر التعب ما كنتش عارفة انام. انا من نوع لما بتعب او مثلا بيكون عندي نشر في جسمي يعني وكده ما بقدرش ان انا انام، معرفش ليه. عايزة اقول لكم ان انا اشتغلت كتير وجيت على نفسي وقفت كتير، انتوا هتشوفوا بنفسكم هتحكموا. عايزة اقول لكم والله العظيم انا قعدت منتج لكم في الفيديو اكتر من 3 ساعات. ليه بقى؟ كان كتير وانا ما حبيتش ان انا اكتر عليكم اكتر من كده. هو الفيديو طويل معلش سامحوني، بس هو فعلا اليوم كان طويل بالشكل ده كده. المطبخ كان يعني بصراحة كان لا يسر عدو ولا حبيب. طب انت سايبه لي كده يا ام ندى وانت بتقولي لنا ان انت ما بتسيبوش كده، يعني ما ببيتوش يكون في حاجه. بس بصراحه يا حبايبي ما كانش عندي صابون وكسلت بصراحه، وندى برضو كسلت. يعني البنات ما رضيوش ينزلوا، كان الجو برد عندنا فما رضيوش ينزلوا بالليل يشتروا صابون وكده. فانا قلت ايه عادي ما فيش مشكله هغسلهم الصبح. بصوا عايزه اقول لكم ما كانش عندي صابون برضو دلوقتي، بس انا عملت ايه حطيت شويه كده من الاريال وقلت اغسلهم وخلاص يعني اسلك نفسي كده وبدل ما اسيب المطبخ متبهدل. اول حاجه نضفت الفريزر كده، اي حاجه في ايديهم بحطها على الفريزر للاسف يعني. نضفته وشلت اي حاجه متبهدله حطيتها في الحوض عايزه تتغسل يعني. وبعد كده جيت على الرخامه ومسحت مكان المخلل يا حبايبي. عايزه اقول لكم مش هي دي البرطمانات اللي انا عملتها معاكم قبل كده. بصراحه احنا اكلنا البرطمانات اللي انا عملتها معاكم وصورتها واديت حبايبي بقى بألف هنا وشفا. كل اللي انا اديته من المخلل بتاعي شكر فيه. بصراحة هو تحفة يا حبايبي، جربوه على طريقة ام ندى ان شاء الله هيعجبكم. حاجة كده بجد ريحته جميلة جميلة جميلة، احسن 100 مرة من اللي هو بنعمل يعني بمية وملح وكده وخل يعني. جربوه بالمش طعمه جميل جدا. بقى بعد كده بفضل امسح فيهم كده باي منديل موجود عندي او اي فوطة، وبمسح مطرح ما ايه ما ايدينا جت عليه يعني وكده عشان ما يكونش متبهدل او بيلزق او اي حاجة زي كده. طبعا معايا البخاخة دي حاطة فيها شوية مية وشوية كلور وشوية كده من الايه الصابون. ببدأ ان انا ايه امسح بقى اللي هو الحاجات بتاعة التوابل. انتوا عارفين الواحد لما يكون بيطبخ يعني وكده بيكون ايديه متبهدلة مية او اي حاجة، فبيكون ايش فيه شوية بقع كده على البرطمانات. فبفضل ان انا ايه بفضل ان انا امسحهم كده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. البخاخه دي بتكون موجوده عندي في المطبخ باستمرار. بمسح بقى الرخامه بقى الفرن الكهرباء الفريزر كده يعني يا حبايبي. بصوا الاطباق دي كانت عند واحده صاحبتي جارتي حبيبتي، ربنا يديها الصحه والعافيه ويهدي لها اولادها ويبارك له يبارك ليها فيهم، اللهم امين يا رب العالمين. كانت حاطه لي الحاجه دي. بصوا بقى الرخامة ما شاء الله تبارك الله بجد بقت ايه نضيفة وزي العسل. بص بقى انا بمسك حاجة حاجة كده علشان خاطر لما اقف على الحوض يكون كل حاجة ورايا ايه مية مية تمام التمام، نضيفة وزي العسل. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بعد كده كان الاكل ده كان بيت من امبارح. كان فايض عندنا ايه شويه كده من السبانخ وشويه كده من الرز، حاجه بسيطه يعني. وكان عندي برضو ايه الشوربه، كانت اخر حاجه من الشوربه. كنا عاملين فرخيه حلوه كده تستاهل بقكم. طبعا انا عملت معاكم الطريقه دي قبل كده كتير على القناه. الاكل ده بفضيه في الطبق ونزله ايه للطيور عند حماتي يعني وكده. بعد كده يا حبايبي قلت بقى ايه البوتاجاز بتاعي مطرح ما احنا كنا طابخين وكده، هبدأ ان انا اشيل كل حاجة موجودة عليه وهبدأ ان انا إيه اجيب الباور وارش الباور. بصوا الباور ده جميل بس في الاجمل منه اللي هو تاتش، بس للاسف علشان احنا في ارياف وكده ما بيكونش متوفر عندنا.
ان شاء الله اجيبه كده واجربه واقول لكم رايي فيه. بعد كده يا حبايبي سبت الباور كده شويه على البوتاجاز، وبعد كده ايه ما مسحتوش ولا غسلته. علشان خاطر ايه انا عايزاه بس الباور ده ياخد مفعول كده شويه عليه، وبعد كده قلت اغسل المواعين. صلوا على النبي يا حبايب قلبي في الكومنتات، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتي بتغسلي المواعين ليه يا أم ندى معانا؟ طبعا يا حبايبي أنا بغسل المواعين علشان خاطر في ناس كتير حبايبي وإخواتي وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، بيحبوا يشوفوا وأنا بغسل المواعين، بيقولوا احنا بنشجع يا أم ندى بالذات في الجو التلج ده. ليه بقى؟ بنكون قاعدين مكسلين وكده، فلما بنشوفك ممكن ان احنا نقوم ونشجع ونعمل زيك بالظبط. فربنا يا رب يديكم الصحة والعافية ويبارك لكم في أولادكم، اللهم أمين يا رب العالمين. هبدأ أغسل يا حبايبي كل حاجة زي ما انتوا شايفين. أنا في الوقت ده يعني بغسل أروح أطلع دور من الغسالة وأجي أعمل حاجة، أطلع دور من الغسالة وأجي أعمل حاجة. غسلت البوتاجاز بتاعه بقى زي الفل وزي العسل زي ما انتوا شايفين. وبعد كده يا حبايبي عملت ايه؟ قلت اعمل ايه؟ كنت جوعت بقى في الوقت ده قلت اعمل لي بيضتين كده. بصراحة انا هقول لكم انا بحب الطبق ده في عمايل البيت. مش هقول لكم يعني اسمها ايه دي اللهم صل على سيدنا محمد، الواحد مش عارفه متلخبط ليه. اللي هي القلاية، يعني مش بحب اعمل البيض في قلاية، بحب اعمله في الطبق الالومنيوم ده. وده كان عيش بتاع الفرن، قلت بقى اسخن لي كده ايه رغيفين كده. وبعد كده حطيت البراد زي ما انتوا شايفين، اعمل كوبايه شاي. كان عندي شويه مخلل بقى وخياره كده وحبايه من الطماطم، ده كان الفطار بتاعي. بعد كده عملت كوبايه شاي كده يا حبايبي علشان خاطر ايه اظبط الدماغ. انا قايمه من بدري وكنت ما نمتش كويس فقلت اعمل ايه كوبايه شاي علشان خاطر اشجع كده واكمل اليوم. انتوا لسه هتشوفوا بنفسكم بقيه اليوم عامل ازاي. بعد كده شربت الشاي وقلت اروح اشوف ايه الغسالة اللي ورايا. في الوقت ده كنت قربت اخلص الغسيل. حطيت بقى هدوم رقع زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الغسالة دي جميلة يا حبايبي والله العظيم، يعني انصحكم تجربوا تغسلوا عليها، جميلة جميلة ومنجزة. بصراحة الغسالة التانية انا ما بستغناش عنها، علشان انا شغل كتير في البيت وكده، فبحبها في الشتاء علشان خاطر الدفايات انتوا عارفين بتكون تقيلة، الكبرتات الحاجات اللي زي كده، فبتكون بصراحة منجزة. الجواكت الحاجات اللي زي كده انتوا عارفين البلاطيل اللي هي الجينز برضو بتكون متعبة في الغسالة يعني وكده. بس زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا بغطي الغسالة كده علشان من كتر ما هي بتغسل كويس بتوقع مية، يعني اللي هو من فوق كده رغاوة كده بتنزلها، فانا ايه بستخسر بصراحة ان حاجة تقع منها. بعد كده بشطف زي ما انتوا شايفين، وهوريكم الغسيل اللي انا غسلته علشان نطلع ننشر كده الغسيل مع بعض وتشوفوا ايه هنعمل ايه. بصوا ما شاء الله تبارك الله، ولسه في كمية محترمة زي ما انتوا شايفين. طلعت على البلكونة لقيت البنات واكلين لب وحاطين في البلكونة، البلكونة متبهدلة زي ما انتوا شايفين، وكان في غسيل برضو على الحبل، يعني حاجة كده الله المستعان. بعد كده يا حبايبي نظفت البلكونه كويس، ما رضيتش ان انا اصور لكم برضو عشان الفيديو طويل جدا. شديت الحبال كويس، كانت مرخيه، وبعد كده حطيت ميه وشويه كده من الزهره وشويه كده من الاريال، بس كده ودوبتهم مع بعض. وبعد كده هزهر الهدوم زي ما انتوا شايفين. انا من الناس اللي بتحب تزهر الهدوم، ما شاء الله تبارك الله بيكون لونها جميل وزي العسل. طبعا انتوا عارفين ان انا وجوزي بيشتغل في الجزاره، والهدوم البيضاء بتكون متبهدله، فانتوا هتشوفوا البياض ما شاء الله تبارك الله حاجة كده بجد، يعني تستاهل ان انتوا تجربوا الخلطات اللي انا بعملها للغسيل، بصراحة جميلة جدا. بس كده يا حبايبي بصوا الجو كان شمس وكان حلو وكان مشجع بصراحة. هتشوفوا بقى يعني بعد شوية كده الجو هيعمل فيا ايه بس تستنوا عليا كده وشوفوا الفيديو وانتوا هتقولوا الله يكون في عونك يا منى. بس قدر الله ما شاء فعل، وده بيكون خير يا حبايبي، خير خير. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم يعني من حيث لا تحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا كده الجمال والحلاوة ما شاء الله. بصوا انا بحب لحظة الغسيل وانشر الهدوم وكده، بصوا كمية الغسيل عاملة ازاي ما شاء الله تبارك الله. بصوا الجو بقى عمل ايه.
اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، فانت نعم المولى ونعم النصير. يا رب ارزقنا بالحلال يا الله يا رب. هدي اولادي يا رب، بارك في زوجي يا رب، واشفيه وعافيه من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم خالي هشام رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجه من الحور العين برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك رب العرش العظيم. شفت يا لا حول حبايبي ولا قوة المطر الا بالله عامل العلي ازاي؟ ما العظيم. شاء الله تبارك الله، بجد يعني حاجة جميلة جدا. اي نعم كنت غاسلة بس عادي مفيش مشكلة. انا اخدت المفرش ده من جارتي، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، وقلت احطه كده على الغسيل بحيث المطر ما يبهدليش الهدوم اكتر ما هي مليانة مية. يعني مش عايزة الهدوم تنملي مية اكتر من كده. كان لسه في طبق ما نشرتوش، فقلت ايه انا نزلت المية كده بتاعت الغسالة، وقلت برضو اغسل الحمام علشان خاطر عايزة الحمام بتاعي كده يكون نظيف وزي العسل، علشان لسه برضو ورايا شغل كتير جدا جدا، عشان انا كنت عايزة البيت يفضل نظيف كده وزي الفل، علشان لو حد دخل ولا كده يكون البيت بتاعي نضيف ويكون حمام نضيف زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تبارك الله. حطوا بقى لايك للمنى. تعالوا بقى بينا ندخل على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، ده كان كيلو من اللحمة، شوحته، حطيت شوية كده من الزيت واديته تشويحة كويسة صدمة يعني، وبعد كده نزلت عليه ببصلتين كبار قطعتهم قطع صغيرة، وقرن فلفل حامي، وحباية كده كبيرة من الطماطم، وورق لوري بقى، وعود قرفة، وحطيت فلفل اسود، بس كده. ايه ده يا ام ندى؟ ان شاء الله يا حبايب قلبي هعمل النهارده ايه الاكله السريعه المنجزه في الوقت ده. هعمل الكبسه في الوقت ده. كان جوزي ربنا يديله الصحة والعافية يا رب ويبارك لي فيه ويشفيه ويعافيه اللهم امين يا رب العالمين. كان جايب لي الكوارع ده عشان انضفها، فحطيت المية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. المية يا حبايبي ما تكونش بتغلي، المية يا دوب تكون سخنة، ما تكونش بتغلي علشان خاطر ما تبوظلكيش الايه الكارع. بعد كده بحط الكارع لمدة من 3 دقايق ل5 دقايق، بختبره كده، بشد كده شعرايه منه، ان خرجت معايا يكون الكارع معايا نضيف وزي الفل. اول حاجه بجيب السكينه، طبعا السكينه ده انا مخصصاها للكوارع يا حبايب قلبي. وبعد كده طبعا اللي هيسأل او لسه اول مره يدخل القناه ويشوفني، الكارع ده على الكوارع بنضفها علشان خاطر المحل الجزار بتاع جوزي، يعني بنضفها وبيجي ياخدها علشان الناس بتكون بتطلبها يعني وكده. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين شلت الشعر، ودي المكنة المنجزة، منجزة بتشيل اي شعرية بقى صغيرة، ما بتخليش ولا شعرية في الكارع، بحيث اللي ياكل الكارع بألف هنا وشفا ما يقرفش، ما يلاقيش فيه اي حاجة. طبعا انا اسفة على منظر الرجلين، بس الكلام ده كله هيتشال وهتكون بيضة وهتشوفوها عاملة ازاي ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا حبايب قلبي انا نظفت الكوارع معاكم كتير كتير قبل كده في القناة، ولو حابين تشوفوا الطريقة من الأول للآخر ادخلوا على قناة مطبخ أم ندى وجنى واكتبوا ايه طريقة تنظيف الكوارع، هيطلع لكم كذا فيديو. يا رب اكون فدتكم زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، بألف هنا وشفا على اللي اكل منها او اخدها او كانت من نصيبه. بس كده يا حبايبي، بعد كده كانت المية غليت على اللحمة. طبعا انتوا كنتوا شايفين كنت حاطة مية مغلية عليها. طبعا انا بسيبها الاول تتشوح مع الخضرة اللي انا حطيته لحد ما تقرب كده تستوي، وبعد كده بحط عليها مية مغلية واضيف بقى بقية التوابل اللي انتوا عارفين. قبل كده عملت معاكم برضو الكبسة كتير كتير قبل كده. طبعا بتحطي بهاراتك اللي انت بتحبيها، وبعد كده بتنزلي بالكبسة، وبألف هنا وشفا. ده كان أكل النهاردة، بصوا جميل وتحفة، بألف هنا وشفا على الأكل منه. أتمنى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم وكونوا استفدتوا ولو بجزء بسيط. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.